الدنيا توصل حتى اول روح على هناك شغال. اولا انا ولا هتكلم. ثواني معلش، انا معاكم ثواني. بصوا يا جماعه، صلوا على النبي. اي حد الاول هيشوف الفيديو ده، اي حد يشوف الفيديو ده، اي حد له علاقه بالشركه، له علاقه بالموضوع، ملوش اي علاقه بالموضوع، بس احلفك بالله اللي واقفين دولت اخواتك، واللي واقفين دولت اصغر منك واكبر منك. بالله عليك اعمل لهم مشاركه، اعمل مشاركه، ساعد بس في الفيديو ده، ساعد بيعمل مشاركه، بيعمل لايك، بتعليق. تعرف اي حد عرفوا المشكله. احنا عمال شركه الدلتا للاسمده والصناعات الكيماويه بطلخه ومحافظه الدقهليه. في شهر 4 بالظبط، في شهر 4 حصل عطل، الله اعلم بقى بصراحه، الله اعلم بقى بفعل فاعل، الله اعلم بمجهول من غير مجهول. المشكله اللي احنا فيها اللي احنا بنتذبح من شهر 4. احنا من شهر 4 بنموت، من شهر 4 عجله الانتاج واقفه، من شهر 4 بنناحي وبنقول احنا ولا طالبين فلوس زياده، ولا طالبين علاوه، ولا طالبين قرش يخش جيوبنا زياده. كل اللي احنا طالبينه مصنع زي ده اللي السادات قال عليه مارد، اللي مصنع زي ده كان بيدخل للشركه، كان بيدخل لمصر مليارات وملايين، وبيدعم الفلاح وبيدعم وزاره الزراعه. دلوقتي لما وقع الكل بينهش فيه، من اكبر مسؤول لاصغر واحد، الكل بينهش فينا، الكل بينهش في لحمنا، الكل بينهش. بقالنا 8 شهور ولا 9 شهور بينهشوا في لحمنا، بيصبرونا. شويه يقولوا تحديث، وشويه يقولوا لا استنوا شويه، شويه يقولوا تطوير، وشويه يقولوا استنوا شويه. ودلوقتي ظهر لنا اللي المحافظ اللي المفروض يحافظ على اهل المنصوره، جاي دلوقتي عايز يقعد 2500 عامل في قلب بيوتهم، 2500 عامل عماله مباشره، و10000 عماله غير مباشره، واسرهم. يا سياده المحافظ سؤال، هتستفاد ايه؟ 350 فدان، 350 فدان هتستفادوا من الارض؟ الوزاره هتستفاد ايه 350 فدان؟ ليه؟ طب والناس ديت 2500 عامل هيروحوا فين؟ هيموتوا، احنا دلوقتي اعمارنا ما بين 35 لحد 45. الناس دي هتروح فين؟ في اللي صابت في قلب المصنع، في اللي اهلها مات في قلب المصنع، في اللي الناس دلوقتي لسه مصابه. اقسم بالله ناس تعبانه وجات عشان خاطر ده بيتها التاني، ومش هنسيب بيتنا التاني. تعالوا شوفوا معايا الحريم، الستات الافاضل اللي سايبه بيوتها، واسر هتيجي ولسه هتيجي، وعيال صغيره، اطفال. ادي اسره، وبقيه الاسر جايين، واخواتنا الافاضل زمايلنا سايبين بيوتهم، واحنا هنفضل قاعدين هنا لحد ما نشوف حل. والحل الوحيد اللي احنا طالبينه يا سياده الرئيس، الحل الوحيد اللي احنا طالبينه تحديث وتطوير. انت بتقول عجله الانتاج يا ريس، عجله الانتاج، واحنا بنطالب مع حضرتك بعجله الانتاج اللي هي الدور. 2500 عامل ذبحونا النهارده، كل بقالنا بالظبط 8 شهور ولا 9 شهور بنتذبح على البطيء. لما نعرف اللي في لجنه جايه النهارده علشان خاطر تقيس الارض، معنى ده ايه اللي بتشوف الفيديو؟ معنى ده اديني معنى وحيد. بالله عليك انا باكد للمره المليون، بالله عليك اي حد يشوف الفيديو ده يعمل مشاركه، يساعد اخواته، ساعد اخوك لو بالمشاركه، لو بلايك، لو بتعليق، لو بدعوه. ادعي لنا ربنا يفك كرب 2500 عامل، كرب 2500 عامل. الناس سايبه بيوتها، الناس خايفه على اكل عيشها. احنا بنقعد هنا في المصنع ده اكتر ما بنقعد في بيتنا، ده بيتنا الاول قبل ما يكون بيتنا التاني، ومش هنسيبه لحد ما يبقى فيه تطوير وتحديث. مفيش نقل ان شاء الله للمصنع. احنا بنناشد الرئيس، يا سياده الرئيس احنا اولادك، احنا شباب، محدش فينا دلوقتي عنده 60 ولا 70، ده احنا كلنا شباب يا ريس، وانت بتدعم الشباب وانت ابونا. ليه؟ لمصلحه مين؟ 350 فدان عايزين يبقوا مصلحه مين؟ مصنع زي ده لو كان دلوقتي احنا المصنع ما بيخسرش، المصنع بيخسر. المصنع لو كان شغال من شهر 4 كان زماننا كسبانين دلوقتي، لكن لمصلحه مين؟ احنا مش طالبين فلوس،
احنا مش طالبين حاجه، احنا طالبين المصنع ده يتطور. انا لو وريته المصنع من جوه، يا اللي بيشوف الفيديو يا اللي ما تعرفش المارد، يا اللي ما تعرفش مصنع سيبات طلخه، لو وريتك المصنع جوه هيصعب على الكافر مش هيصعب على المسلم. 2500 عامل ولسه ناس جايه واسرنا جايين وعيالنا جايين واعتصام مفتوح لحد ما حد في يتقي الله فينا ويطلع ويقول لنا ايه اللي بيحصل لينا وايه مصيرنا بالظبط. واحنا على جثتنا كلنا رساله من جميع الواقفين، من جميع الموجودين كلهم، على جثتنا الشركه دي مات فيها ناس زيها زي سينا بالظبط، زيها زي سينا. ناس استشهدت هنا في المصنع ومستعدين نستشهد هنا في المصنع يا سياده الرئيس بدون اي عنف بدون اي حاجه. احنا سلميين، محدش مسك فينا ولا عصايه ولا طوبه. كل اللي بنقول عليه لساننا بنقول يا رب، ثم بنقول يا سياده الرئيس، بنقول يا رب، بنقول يا سياده الرئيس. احنا عايزين انتاج، عايزين مصنعنا يتطور، عايزين ننام على مخدتنا واحنا عارفين جايين شركتنا وعارفين ان المكن شغال. كلنا بنفرح لما بنخش كده نلاقي المكن شغال، بنفرح. دلوقتي خلاص، دلوقتي والله اقسم بالله العلي العظيم بنعيط بدموع، اقسم بالله العلي العظيم صعبان علينا المصنع اللي كان مارد فعلا. تعالى خش تعالى المصنع اللي مش مصدقني يجي يشوف المارد، يشوف المصنع ده عامل ازاي. انا سايب اخواتي يا همت، اخواتي الستات، اخواتي سايبين بيوتهم وجايين، واحنا قاعدين ومعتصمين لحد ان شاء الله ما فرج ربنا يجي، لحد ان شاء الله ما فرج ربنا جاي، لحد ان شاء الله ما ناخد قرار بالتطوير والتحديث. الناس اللي عند البوابه، الناس اللي قاعده تحت الشجره ما يجوا هنا كلهم. هنعمل ايه بقى؟ ما يجوا هنا كلهم. انا اللي بدعم الفلاح. المصنع ده يا سياده الرئيس، ده اللي بيدعم الفلاح يا سياده الرئيس، ده اللي بيدعم الفلاح، ده اللي بيدعم وزاره الزراعه. اسال وزاره الزراعه، اي واحد يسال وزاره الزراعه المصنع ده بيدعمها ازاي. اسال على سمات طلخه، اسال ليه، لمصلحه مين والفايده مين مصنع زي ده يغلق. مش ماشيين التطوير. حد يقول ايوه. احنا يا جماعه انا عايز اوري بس الاخوه الموجودين خيمه، وهنقعد وهنفضل بكل سلميه وبكل احترام وبكل ادب قاعدين ومش ماشيين. ومعايا اخويا جهاد برضه من قلب شركتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نداء واستغاثة للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس وزير الزراعة والسيد رئيس الوزراء. انتوا يهمكم ان الناس جايين بتقولوا محدود الدخل والمواطنين والموظفين جايين نقف جنبهم. دلوقتي شركة بقالها 50 سنة شغالة وبتساهم في انتاج الدولة، والرئيس عايز يطور ويعمل 1,000,000 فدان استصلاح اراضي عشان الفلاح ياكل وعشان الناس تعيش. الوقت اما تقفل الشركه زي دي نقفل شركه زي دي بقالها 50 سنه بتنتج، بتساهم في انتاج الشركه، بتنزل لنا كيماوي لوريا مش موجود في مصانع كتير لانها كلها اسمات سائل. انت الوقت يا ريس عايز تشرد العمال ديت، طب الناس ديت هيروحوا فين ويعيشوا اسرهم يعيشوا ازاي؟ علاوه على كده الفلاحين اللي انت عايز، اللي الشركه طول عمرها بقى لها 50 سنه بناخد منها الكيماوي ب10 قروش عشان توصله مدعوم للفلاح. يعني الشركه بتخسر عشان تقف جنب الفلاح عشان نطور ونستصلح 1,000,000 فدان اللي انت وعدت الناس بهم في البرنامج الانتخابي بتاعك يا ريس. الوقت لما مصنع زي ده يتقفل هنستصلح الارض دي بايه؟ الارض محتاجه سماد ومحتاجه ان احنا نطور.
سياسه، اقتصاد. الوقت الشركه انت تاخدها عمليه ربحيه، ادينا انا بقالي 50 سنه ما وقفتش جنبي ودعمتني، اما تدعمني هتلقاني بربح، يبقى الشركه هتبقى موجوده، يبقى الدوله استفادت من الناحيه الاستثماريه. من الناحيه الثانيه الناحيه الاجتماعيه، العمال دي ما تتشرد هتروح فين؟ احنا عايشين وشغالين ويا دوبك كلنا بنتدين لاخر الشهر، فما بالنا اما نقعد في الشارع؟ هنعلم عيالنا ازاي؟ هنصرف على بيوتنا ازاي؟ فينا اللي ساكن وفينا اللي مش لاقي ياكل، فبالتالي هنضيع. يبقى الناحيه الاجتماعيه بقت صفر، البطاله بتزيد. لما احنا نزود البطاله و2500 واحد يقعدوا في الشارع، يبقى انت بتساعد على ان انت تشغل بطاله ولا نزود عماله ولا نزود البطاله؟ يعني الوقت اما ال 2500 واحد يسيبوا شغلهم هيروحوا يقعدوا فين؟ هيقعد على القهوه، يبقى في تشرد. يبقى انت هتحارب الارهاب ولا هتزود الارهاب؟ انا الوقت ما بلاقيش اكتر من 20,000 فرد مش 2000. علاوه على 1500 واحد دول كل واحد وراه اسره، الاسره مكونه 2500 واحد. 3 افراد يا جدعان سيبونا عشان انت ما بتشوشني ما بعرفش اتكلم. يا سياده الرئيس دلوقتي انت نفسك تبقى مصر قد الدنيا زي ما انت بتقول، فاحنا دلوقتي 2500 واحد كل واحد فينا متعلق في رقبته اسره مكونه من اولاد، واللي عنده اب عاجز ولا ام عاجزه دلوقتي. يعني احنا مش 2500، ده احنا يعتبر 20,000 ولا 30,000 ونقرب على نص مليون، لان احنا شغالين كل المحافظات دي، وبالتالي كلنا مستنيين مرتبنا. بنيجي اخر الشهر بنقول الحمد لله وبنبوس ايدينا وش وظهر وبنكملها بستر ربنا. فبالتالي اما انا دلوقتي اوقف حالي وما اشتغلش هصرف واعيش حياتي ازاي واكمل حياتي ازاي؟ احنا المصروف زياده عن الدخل ومستحملين وماشيين، فاما انت تمنع عني الدخل يبقى انا هعمل ايه؟ الوقت لما انت تقفل شركه زي دي، قبل ما تقفل شركه بتعرفني مصيري ايه؟ النهارده اتفاجئ ان ناس داخله بتقيس في الشركه عشان يستلموا الشركه واحنا موجودين جواها. طب احنا مصيرنا ايه؟ قبل ما باجي اهد بيت بشوف بامن بيت تاني لصاحب البيت. فاما توقف شركه زي دي مفروض من باب اولى ان انت تامني شركه عشان اطلع من هنا اروح لاقي شركه اشتغل فيها. يا ريس انت دلوقتي عايز تحارب البطاله، اما توقف 2500 واحد يبقى احنا بنوقف البطاله ولا بنزود البطاله يا ريس؟ طب احنا نروح فين؟ انا راجل بقالي 20 سنه موظف، وغيري بقاله 30 وغيري بقاله 40 وغيري بقاله 50، ما عادش ينفع يشتغل عند حد ولا ينفع يشتغل عند حد ولا يعرف يدخل جنيه من بره، لانه دلوقتي موظف عرف مصير شغله ايه وعرف حياته مكونه ازاي وسيستم حياته على كده. فبالتالي لما يجي النظام ده يتغير، العماله المؤقته او العماله الغير منتظمه انت بتساعدها عشان مش لاقيين شغل. فاحنا دلوقتي نعمل ايه؟ وكمان نداء للسيد وزير الزراعه اللي بقاله سنين، وزير الزراعه اللي بقاله سنين بيقول للشركه اقفي جنبي عشان ادعم الفلاح. هو فين؟ فين الفلاح اللي بنوصل له الشكاره مدعومه؟ فين راجل الفلاح اللي عمال يقول الزراعه والفلاحين اللي بتنتهي ما بيقفوش جنبنا ليه؟ ما بيبلغوش صوتهم لسياده الرئيس ليه؟ ان مصنع زي ده ما يقف هيأثر عليهم بالسلب. الوقت السيد وزير الاستثمار، الوقت الشركه من فتره بسيطه جدا لغايه كام شهر بساط كنا بنصدر كيماوي بره، بندخل للدوله عمله صعبه. فين هو من ده؟ وبالتالي يا ريس نداء من كل الناس دي، يا ريس بص لنا بعين الرحمه، سيبنا دلوقتي من الناحيه الثانيه، مش عايزين لا سياسه لا احنا عايزين رحمه وواقفه جنب العمال عشان ترحم العمال دي من التشرد والضياع يا ريس والاسر اللي وراهم. وبدعي من ربنا والناس دي كلها بتدعي لك وبتتمنى ان انت تقف جنبنا يا ريس. وده نداء اخير مني ليك ولسيد رئيس الوزراء، يا ريت تضيع من وقتك 5 دقايق 10 دقايق ساعه وتيجي تشوف الواقع تشوف المصنع على ارض الواقع. يا ريس احنا ما عندناش مصنع واحد، ده احنا نعتبر منشأة كاملة، صرح صناعي كبير. من الناحية العلمية عندنا مدارس وعندنا حضانات وبنشارك في التعليم، وعندنا مركز تدريب بيجيب عمالة تتمرن عندنا في المصنع. من الناحية الإنتاجية عندنا رياضة، السيد وزير الشباب والرياضة افتتح عندنا مجمع صالات ومن الناحية العلمية ما شاء الله متطورين في العلم، والمدارس بتاعتنا بتاخد كفاءات وفيها ناس محترمة بتدرس للطلبة. عندنا بالنسبة لمركز طبي بيعالج
بتوع الكهرباء وبيعالج الغاز، والشرطه نفسها بتيجي تتعالج عندنا. قبل كده لما حصل مشكله في مديريه امن الدقهليه واتضربت ما لقتش الملجا الا سمات طلخه، ارض سمات طلخه اللي شالته، وقعدنا على كده. وسيادتك ان ما كانش عندك علم تسال وزير الداخليه والساده المسؤولين على الامن. برضه وزاره الصحه بتيجي المركز الطبي عندنا بيعالج ما شاء الله كميه كبيره، وبيساهم وبيشيل عنها عبء التامين الصحي، لان الموظفين دول كلهم بيتعالجوا في الشركه. وطلعوا حملة تطعيم. الوقت كمان يا سيادة الرئيس بقالنا سنين طويلة جدا الشركة بتطلع إنتاج حوالي 35 ألف طن لوريا سنويا بيترمى في السوق المصري وفي الجمعيات عشان يدعم الفلاح ويدعم وزارة الزراعة. بنطلع 18 ألف طن نترات سنويا عشان التطوير الأسمدة. عندنا جميع مستخلصات يعني البطاطس، المنتجات كلها بتعتمد على الإنتاج. ماشي. طيب ماشي حاضر. وفي النهايه يا ريس يعني بنقول لك ان احنا عندنا 5 مصانع مش مصنع واحد، مش بننتج لوريا بس، وعندنا ورش وعندنا حاجه، فصرح طويل عريض كبير جدا. يا ريت سيادتك تخش على صفحه المصنع وانت هتعرف الموقع قدامك وخريطه المصنع، وتقدر تقيم يا ريس المنشات ديت اللي اهالينا ماتوا عشان يعملوا، قعدوا سنين طويله قوي عشان يبنوا المنشات دي. فمن الصعب جدا انها تتهد في ثانيه كده، ما ينفعش. ورحمه بالعمال وبالناس دي. وبنقول لك يا ريس يا ريت تبص لنا بعين الرحمه، وده اخر كلام نطلبه منك يا ريس، واستغاثه لاولادك اللي انت مسؤول عننا، واحنا كلنا اكل عيشنا مرتبط بك يا ريس، وفي ايدك دلوقتي تقدر تغير قرار بسيط جدا هترحم 2500 اسره من التشرد، وكل الناس دي بتدعي لك يا ريس، ونتمنى ان انت تسمع وترحمنا من الضياع والتشرد يا ريس. وده نداء اخير، وربنا يوفق كل القيادات انها تغير، لان من السهل ان انت تاخد قرار بالتغيير، بس من الصعب ان انت تشرد الناس دي كلها. والف الف الف شكر، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا التطوير، 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 التطوير.